يشتغل الطاقم الطبي لنادي بايرن ميونخ الألماني في تجهيز الدولي المغربي نصير مزراوي بدنيا كي يكون متاحا للطاقم التقني للفريق البافاري في الأيام المقبلة، بعدما غاب مؤخرا عن التدريب عقب معاناته من إصابة غشاء القلب. وبعدما دخل مزراوي قاعة تقوية العضلات، اشتغل معه الطاقم الطبي على الرفع من جاهزيته البدنية في انتظار أن يتم تحديد اليوم الذي سيعود فيه إلى التدريب الجماعية. علق الدولي المغربي نايف أجرد بعد التدخل الذي قام به وراء المهاجم ويلسون الذي انطلق نحو المرمى وكان يستعد لتسجيل الهدف، لكن أجرد استطاع بتدخله الذكي إبعاد الكرة. وقال أجرد في هذا الخصوص للموقع الرسمي لناديه: أعرف أني غامرت شيئا وكان تدخلا خطيرا، لكن المهاجم كان سيسجل، لذلك قمت بذلك التدخل. أنا في الملعب لأساعد فريقي، لكن كانت نقطة ثمينة بالنسبة لنا لأن المباراة كانت صعبة مع نيوكاسل. هذه آخر أخبار محترفي المغاربة، في أمان الله ومع السلامة.